السلام على من اتبع الهدى. عايز اقول لكم ان سبب انتشار الامراض في العالم هم النصارى المسيحيين، عباد الصليب الكفرة الانجاس، ومعهم اليهود لا يستحمون، والهندوس والبوذيين الملل الكفر دي هم السبب. انظروا الامراض بتطلع منين؟ من عندهم. كل الامراض طالعة من اوروبا لاسيا. ليه؟ انتشار النجاسة، عدم النظافة. ثانيا الزنا، الدعارة المرخصة أو غير المرخصة، كل أشكال الحرام اللي محرمها الإسلام هم بيحللوها. الشذوذ حلال في المسيحية، الدعارة حلال في المسيحية، شرب الخمر، أكل الخنزير اللي بيجيب الدودة الشريطية أو الدودة في الجسم، في المعدة، دودة معدة. أمراض كتيرة بتيجي بسببهم. الحروب، القتل، الدماء، الأسلحة هي من عندهم. بتبتدي من المسيحية واليهودية طبعا الهندوسية مش قوي لسه يعني، دورهم الله أعلم جاي ولا إيه. طبعا هم بيتحدوا ضد الإسلام فقط، إنما ضد بعض بيكرهوا بعض طبعا. بس وقت ما يكون الإسلام عدوهم بيترعبوا منه، طبعا هو ده عدوهم الأول. ولكن نهايتهم آتية إن شاء الله. انظروا الأمراض كلها طالعة من عندهم، من وسختهم، وبيبعتوها لنا كمان. انظر المسيحيين هنا في مصر، ريحتهم معفنة جدا، بقرف منهم الصراحة. بيحطوا روايح حتى معفنة شديدة عشان تغطي على وسختهم، لأن القسيس بتاعهم النجس بيقول لهم إن دي ما تستحموش بعد العلاقة الجنسية مثلا، قصدها بركة. فما بيعلمهمش النظافة. حاجة خرا، حاجة زفت. مضطرين نشوف الأشكال دي في الشوارع. وبدأوا يعملوا لنفسهم معسكرات في كل منطقة، في كل حي تلاقي واخدين شارع بحاله المسيحيين بس ساكنين فيه، من جبنهم مننا، من خوفهم من المسلمين. يروحوا يسكنوا جنب بعض، يعملوا نفسهم منطقة كده معينة، وعايزين شوية شوية يعملوا دولة لوحدهم. طبعا دي سمعتها منهم. والكنيسة الخاينة اللي بيقودها الوجه الأسود غراب البيت، اللي هو توادرس، وكان قبله الكلب شنودة، يلبسوا دايما اسود حزنا على مصر. يعني كانت مسيحية مصر أيام الفراعنة، كانت مسلمة، ولكن حصل انحراف في الدين، الناس بقت وثنيين. بعد كده شوية يعني ما كانوش كلهم مسيحيين. شوية كان بني إسرائيل قبل المسيحية وهربوا من مصر. شوية بعدين الإسلام هو اللي رسخ، هو اللي حامى مصر دي بعد الاحتلالات دي كلها والمحاولات التنصير، محاولات كل ده. مع ذلك جاحدين وناكرين للجميل، ونجسة ومجرمين وقتلة وخونة بيتعاونوا مع أي احتلال ضد أي دولة مسلمة. وللأسف في ناس متأسلمين، وأقصد اللي هم زي السيسي والإعلاميين بتوعه، اللي هم يقول لك بيدعوا إنهم مسلمين وهم مش مسلمين. طبعا ده ممكن يكتب لك في البطاقة واحد مسلم عادي، إن هو يحابي للكفرة بجميع أنواعهم، وده طبعا شايفينه. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، وعيسى عبد الله ونبيه، ولم يقتل ولكن رفع إلى الله، وسوف ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير. أيها الخنازير، حسبنا الله ونعم الوكيل.